ميزة رهيبة جدا 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 في الواتساب الذهبي الأحمر. الميزة ديت من خلالها هنقدر نقفل على الدردشات بتاعتنا، يعني في دردشة معينة أنا وصديقي مثلا بنكتب رسائل مثلا خاصة بينا، أو رسائل مهمة مش عايزين حد لو مسك الموبايل بتاعنا يقدر يشوف الرسائل ديت، سواء أطفالنا، أولادنا، اخواتنا، تمام، اصحابنا، حتى لو بيمسكوا التليفون بتاعنا وبيبداوا يدخلوا على الواتساب. فاحنا في اللحظه ديت عايزين نخفي المحادثه ديت او الدردشه ديت اللي بيني وبين صديقي، تمام، عشان محدش يعرف اللي مكتوب في الدردشه ايه. تمام، كل اللي علينا هنعمل الخطوات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. تمام، الخطوات ديت اللي احنا هنعملها من خلالها هنقدر نقفل الدردشه بتاعتنا، هنقدر نعمل اخفاء للدردشه بتاعتنا. يعني الخطوات اللي احنا هنعملها ديت او الخطوه اللي احنا هنعملها دي من خلالها هتقفل الدردشه بتاعتنا. تمام، وبعد ما تقفل الدردشه بتاعتنا هتعمل اخفاء للدردشه بتاعتنا. طيب تعالى نوريكم مثال حي، يعني هوريكم مثال عملي. تمام، طيب كل اللي عليك هتضغط على الواتساب الذهبي الأحمر. وملحوظة يا شباب برضو عشان نكون واضحين، الطريقة دي تنفع في جميع النسخ المعدلة والنسخ الرسمية. يعني حضرتك لو بتستخدم الواتساب المعدل، جميع نسخ الواتساب المعدل، فهو هو الشرح. لو بتستخدم جميع النسخ الرسمية من الواتساب فهو هو الشرح. لو بتستخدم الواتساب الأعمال برضه فهو هو الشرح. يعني جميع النسخ هي نفس الخطوات. تمام، بس احنا بنشرحها على الواتساب الذهبي الأحمر. تمام، كل اللي عليك هتضغط على الواتساب هيفتحه بالشكل ده كده. بعد كده يا شباب هنيجي عند المحادثة دي. المحادثة دي بتاعت أبو صلاح. لو ضغطنا على المحادثة أو الدردشة بتاعت أبو صلاح هتبدأ تفتح معايا بالشكل ده. تمام، لو لاحظنا كده هنرجع تاني خطوة، معلش، هتلاقي الدردشة موجودة ايه زي ما انتم شايفين، وركزوا لما نعمل الخطوات اللي هيتم. تمام، هنضغط عليها تاني. بعد كده هنبدأ نضغط على الاسم بتاع الدردشة، أو يعني أنا مثلا اسم الدردشة بتاعتي أبو صلاح، هنبدأ نضغط عليه بالشكل ده كده. وكل اللي عليها هبدأ أطلع فوق. بعد كده هلاقي حاجة اسمها قفل الدردشة. تمكن من قفل هذه الدردشة وإخفائها على هذا الجهاز. يعني بيقول لك هتقدر تقفل الدردشة، تمام، وكمان هتعمل لها إخفائها على الجهاز وإخفائها على الجهاز. لو حددت بالشكل ده كده هيبدأ يقول لك هذا الدردشة مقفولة ومخفية، هتقول له متابعة. هيبدأ يقول لك اديني تأكيد. طبعا هنا بقول لك تأكيد الوجه أو بصمة الأصابع للقفل. تمام، أنا هديله بصمة الأصابع بالشكل ده كده. تمام، فأنا كده فعلت الخيار. لو رجعت كده خطوة ورجعت تاني، تمام، لو لاحظتوا فين الدردشه بتاع ابو صلاح؟ مش موجوده كده. انا قفلت الدردشه وعملت لها اخفاء. طيب انا عايز ارجع اكلم ابو صلاح، او عايز ابعت له رساله تانية، او عايز اشوف هو بعت لي ايه. كل اللي عليا احط صباعي على الشاشه بتاعت الموبايل بتاعي، احط صباعي على التاتش كده واسحب سنه لتحت زي ما انتم شايفين. اعيد تاني. تمام، كل اللي عليا هبدأ احط صباعي على التاتش. بعد ما احط صباعي على التاتش هسحب لتحت كده، هتلاقي الدردشات المقفولة. هضغط على الدردشات المقفولة، هيطلب مني البصمة، هبدأ اديله البصمة. هيبدأ على طول يفتح معايا الدردشة ويدخلني على المحادثة أو الدردشة بتاعة أبو صلاح. أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.